بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم في الحلقة التانية من كورس نمذجة مبنى سكني كامل على برنامج إيتابس 2019. وفي الدرس ده هنتعلم إزاي نعمل الدي إكس إف لبرنامج الإيتابس. طيب، أول حاجة إيه هو الدي إكس إف ده؟ الدي إكس إف دي هي الصيغة اللي البرنامج الإيتابس بيفهمها. طب يعني إيه؟ اللوحة اللي قدامك دي مرسومة بصيغة اسمها دي دبليو جي. يعني لما بتيجي تحفظها لو دوست مثلا سيف كده أقول له سيف أز، الصيغة اللي أنت هتحفظها بيها دي اللوحة اسمها دي دبليو جي. طيب إيه بقى الصيغة اللي بيفهمها الإيتاب؟ الإيتابس بيفهم صيغة اسمها الدي إكس إف وليها شوية شروط هنتكلم عليها في آخر الفيديو إن شاء الله. طيب نيجي بقى نرجع لموضوعنا. أدا البلانات المعمارية بتاعتي عاوز أعمل لها دي إكس إف. قديما لما كنا بنيجي نعمل دي إكس إف كنا بنعمل شوية حاجات. إيه هي؟ أول حاجة اللايرز، تاني حاجة الدرونج الرسم، تالت حاجة الحفظ بصيغة الدي اكس اف. بعد التحديثات الجديدة لبرنامج الايتابس واختلافه التام عن برنامج 2016 سهل علينا حاجات كتير. طيب تعال نبدأ بأول حاجة معانا دلوقتي وهي اللايرز. ايه بقى اللايرز وايه ازاي اعملها؟ لو جيت عملت زوم كده واخترت مثلا الاجساد دي، تعال بص هنا كده ايه اللي حصل هنا. في هنا حاجة اسمها اللايرز، تعال بص هنا كده شوف ايه اللي حصل. دوس سكيب كده، اختارها تاني. اللي ظهر هنا ايه؟ اسمها ولونها. بيقول لك ان دي لير 10 ولونها اصفر. طب تعالى نختار حاجه تانية. تعالى اختار البيم دي كده. هيقول لك ان البيم دي مرسومه باللير اللي اسمها زيرو. كلام جميل. برنامج الاتابس انا بعمل له ليرز خاصه بيه عشان ما تتدخلش مع اللير المرسوم بها المشروع. طب بعملها ازاي؟ بتخش على اللير من هنا كده، هنكبرها بس شويه عشان تبقى واضحه معاك، وتيجي تعمل ليرز خاصه بيك ملهاش دعوه باللير بتاع المشروع المرسوم بها المشروع. طب بعملها ازاي؟ اللير دي كلها محطوطة في فولدر اسمه all used. أنا هعمل لبرنامج الإيتابس لير خاصة بيه. هعملها إزاي؟ هاجي من هنا كده add new group وتخش عليه، هنغير الاسم بتاعه، دوس عليه رايت كليك وقول له rename. أنا هسميه ETABS عشان يبقى اسم ما يضيعش مني. طيب تعالى بقى نضيف اللير. عشان تضيف لير في حاجة هنا اسمها add new layer من هنا كده، قول له new layer. بالنسبة لبرنامج الإيتابس بتعمل له 5 ليرات. بتعمل لير للقلم والوول والبيم والسلاب والاوبن. طب ايه هم الخمس ليرات دول؟ دول الخمس ليرات الانشائيين اللي انت بتستخدمهم في التصميم الانشائي. انت في التصميم الانشائي بتتعامل مع الاعمده لانها هي اللي بتشيل الاحمال، بتشيل المبنى. بتتعامل مع الكمرات لان هي اللي بتشيل احمال الحوائط وتشيل احمال السقف وتنقلها للاعمده. بتتعامل مع السقف فانت عاوز ترسمه. الفتحات عاوز ترسمها. الوولز لو في شير وول عندك في المشروع بتاعك. طيب تعالى بقى نعمله. اول لير عندي انا هعملها القلم، وهديها اسم كده اختصار عشان تبقى واضحه معايا ما تخشش في بقيه الليرات اللي موجوده عندي في المشروع بتاعي. هاجي مثلا اقول له ايه اختصار للايتابس شرطه واقول له قلم. دوس في اي مربع كده او اي حته بره هتلاقي اتضافت معاك اهي. قول له انا عاوز نيو، عاوز اعمل كمان واحده. هاجي اسميها برضو اي واقول له مثلا بي، ايتابس بي. عاوز اعمل كمان واحده ايتابس سلاب. كمل الخمس لايرات بتوعك. هتدوس في اي حته كده. هذا الليرات بتاعتك اللي اتضافت. طيب تعالى بقى نعمل لهم edit عشان نظبطهم. هدي لكل واحده فيهم لون عشان تبقى واضحه معايا. هاجي مثلا على القلم اديله مثلا لون الماجندا واقول له اوكي. هاجي على البيم واديها اللون الاخضر. هاجي على الاوبن واديها لون السيان. هاجي على السلاب
واديها اللون الاحمر. ودي حاجه اسمها الوول اللي احنا سميناها دلوقتي اخر حاجه، هاجي مثلا اديها اللون الاصفر. طيب هنا بيقول لك اللاين ويت. اللاين ويت ده سمك اللاير دي. انا هاجي اخليهم كلهم، اقول له لا خليهم لي كلهم بصفر بزيرو، وتيجي بس على البيم تديها بس سمك صغير عشان تبقى واضحه معاك، اللي هو مثلا 3/10، واقول له اوكي. طيب كده تمام قوي. تعالى بقى نرجع الاول يوزد لاير. دي كل اللايرات اللي موجوده عندك في المشروع، معماريه والانشاء اللي انت لسه عاملها. طب تعالى اقفل دي كده. طيب انا بقى عاوز اجيب اللايرز اللي انا رسمت بيها دلوقتي. لو انت جيت بصيت هنا كده، دوست على العلامه دي، وعاوز مثلا تجيب مثلا القلم، عاوز ترسم الاعمده من تاني، الايتابس قلم. لو جيت بصيت هتلاقي انت عشان انت تتنقل من لاير للاير هتاخد منك وقت كتير جدا، لان اللايرز الموجوده عندك كتيره برضو، ولو المشروع كبير هتلاقي لايرات اكتر من دي بكتير، فانت كده هتتوه. طيب للتسهيل هنعمل ايه؟ هاجي نخش على اللاير تاني، وتخش على الاول، تيجي تختارهم كلهم، تقول له كنترول ايه، وتيجي هتعمل هنا على علامه القفل ده وتعمل لهم لوك، تقفلهم كلهم، ودوس في اي مربع تاني كده واقفله. تعالى بص على الشكل كده، هتلاقي اللوحه غمقت شويه. طب ليه؟ طب تعالى امسح كده اي حاجه، اختارها كده اقول لها ديليت، مش هتتمسح. ايا تكن ايه اللي انت عاوز تمسحه مش هيرضى يمسحه. ليه؟ لان انت عامل لها لوك، قافلها، عمرها ما تجرى لها حاجه. حلو، ده حلو قوي. طيب تعالى بقى نرجع اللي احنا كنا عاوزين نعمله، نرسم الاعمده. تعالى اختار الاعمده كده، ظهر لك اللاير بتاع الايه، بيقول لك ان الاعمده دي مرسومه لاير 12. هقول له تعالى افتحها لي، خش على لاير 12 واقول له انلوك، دوس اسكيب. كده فتحت اللايرز بتاع الاعمده. طيب تعالى بقى افتح لي الليارات اللي انا هرسم بيها، اللي هي الليارات الانشائيه. خش على اللايرز تاني، خش على الفولدر اللي انت عامله. عرفت بقى فايده الفولدر ايه؟ سهل عليك كل حاجه بقى دلوقتي. هفتحهم كلهم مع بعضهم، بس انت كده فتحت كل الليارات اللي انت عاوزها. تعالى اختار اي عمود من دول، مثلا هختار مثلا العمود ده، واقول له رايت كليك واقول له سيلكت سيميلر. كده اختار لي كل الاعمده اللي موجوده عندك في المشروع. تعالى اختار بقى اللايرز من هنا، هتلاقي بس اللي مفتوحين قدامك، اللي موجودين قدامك اللايرز اللي انت فاتحها بس، ما عادش فيه اللايرات المعماريه اللي انت مش محتاجها اصلا. واقول له حط لي كل الاعمده دي في حاجه اسمها الايتابس كولوم. بص كده، هتلاقي كل الاعمده كلها اتغيرت اهي، خدت لون الماجندا معاك اهي. ركز كده كلها، دوس سكيب، تعال ركز كده هتلاقي تحول لونها اهو، اللاير بتاعتها اتغيرت. طب بتاكد ازاي؟ تعال اختار اي عمود وليكن العمود ده، تعال اختاره كده من بره، بص على اللاير اللي مرسوم بيها هيقول لك الايتابس كولوم، دوس سكيب. كده تمام، كده انت رسمت الاعمده في ثواني. طيب انت كده رسمت الاعمده خلاص، يبقى احنا دلوقتي انتقلنا للشق التاني اللي هو الرسم. بالنسبه للرسم انا عندي حاجات بتترسم باللاين وحاجات بتترسم بالبولي لاين. الحاجات اللي بتترسم باللاين حاجتين بس، البيمز والشير وولز. والحاجات اللي بترتسم بالبولي لاين السلاب والقلم والاوبن. انا رسمت دلوقتي السلاب. طيب انا عاوز اعمل تشيك ان السلاب دي كلها بولي لاين مش لاينز. هتعمل ايه؟ هتيجي تكتب حاجه هنا اسمها بروبرتيز، دوس ماستر، ظهرت معاك. لو جيت اخترت اي حاجه كده، مثلا اجي اختار العمود ده مثلا كده، تعالى هنا قال لك ايه؟ بولي لاين. طب تعالى دوس رايت كليك كده وقول له سيلكت سيميلر، اختار لي كل السيميلر اللي شبهه. شوف هنا جه قال لك ايه؟ قال لك انت عندك 210 بولي لاين. طب تعالى بص كده على تشيك على العمدان، هتلاقيهم كلهم، واختار كلهم، يبقى اذا كل العمدان دي عباره عن بولي لاينز. في هنا عمود ما اختاروش اهو، يبقى خلي بالك لما تيجي ترسمه يبقى انت هترجع ترسمه تاني بالامر السيركل علشان يتعمل بولي لاين، لانه عباره عن مجموعه خطوط، ما ترسمش معاك، ما هوش بولي لاين. العمود ده والعمود ده. طيب احنا دلوقتي لسه بنرسم في دي اكس اف بتاع الدور الارضي. حلو، يبقى انا كده عملت تشيك ان كل الاعمده اللي معايا في الدور الارضي كلها تمام. نخش على تاني عنصر بيترسم معانا بأمر البولي لاين، وهو السلاب.
هعمل ايه؟ هتيجي تخش على لاير سلاب تختارها الاول. بعد ما تختار امر بولي لاين، وتيجي على كل حدود المبنى ترسم البولي لاين. هبدأ من هنا مثلا، هنا كده مثلا، هنا دي كلها معانا، دي برضو. طيب عشان تقفل امر هتدوس حاجه اسمها كلوز. طب بعملها ازاي؟ هتيجي لو بصيت تحت هنا في الشروط، هنا بيقول لك عشان تقفل الشكل دوس سي، اللي هي باللون الازرق ده. تيجي تدوس سي وتقول له انتر كلوز، اقفل لي الشكل اللي انا عملته. هختاره كده، بص كده هتلاقيه عمل لك بولي لاين حوالين المبنى كله، وهو ده اللي انت عاوزه. طيب نيجي لاخر حاجه معانا في البولي لاين، وهي ايه؟ الاوبننج، الفتحات. الفتحات برضه بترسم بامر البولي لاين. انا جيت عملت لها لاير خاصه بيها برضه، اللي هي الايتابس اوبن، واديت لها لون مختلف عشان تبان معايا. بعد ما تختار اللاير هتخش على البولي لاين وتيجي ترسم بولي لاين على حدود الفتحات بتاعتك. الفتحه بتاعتي بادئه من هنا. طب هي ايه الفتحات اللي عندي في المبنى؟ الفتحات اللي بتبقى عندك في المبنى بتبقى المناور او الدك. طيب ايه الفتحه اللي انا راح اعمل عندها دي؟ دي السلم. انا دلوقتي هتعامل مع السلم ان هو فتحه، مش هدخله في التصميم دلوقتي، هصممه لوحده على برنامج الساب. فهاجي حوالين حدود السلم واعمل فتحه. هاجي من اول هنا على حدود الكاميرا كده، واقف هنا وانزل عمودي لما هنا كده برضو حدود الكاميرا بتاعتك. مشي هنا على حدود الكاميرا، تقفل الشكل بتاعك. وتيجي هنا تقول له سي انتر، اقفل لي الشكل بتاعي. تعالى اختاره بقى كده. ادي الفتحه بتاعتك بتاع السلم، وادي البولي لاين بتاع الشكل الرئيسي، وادي البولي لاين بتاع الاعمده. يبقى انت كده رسمت السقف والفتحات والاعمده. فاضل لنا في المشروع ده حاجه واحده بس، البيمز. لو انت بصيت هو عامل هنا كمرات مارجنال بيم على حدود المبنى الخارجي. طيب تعالى بقى نرسمها. زي ما اتفقنا دلوقتي ان الكاميرات بتترسم بامر ايه؟ بامر لاين. تعالى نختار اللير بتاعتها الاول، اللي هي الاتابس بيم، ونيجي نختار لاين. طيب دلوقتي بقى بالنسبه للكاميرات فيها كلام مهم جدا. قديما كنا عشان نرسم الكاميرات دي كنا بنرسمها من سنتر العمود لسنتر العمود اللي جنبه. طب ليه؟ عشان البرنامج الاتابس بيشوف العمود ده كله، بيشوف قطاع العمود ده كله ان هو خط متمثل في ايه؟ متمثل في السنتر بتاعه بس. يعني كل القطاع ده هيشوفوا ان هو نقطة، اللي هي النقطة الصغيرة اللي هنا دي. اللي هي النقطة دي. يعني الإيتابس ما يشوفش من العمود غير ان هو خط واحد. فكنت بعمل ايه؟ كنت بعمل حاجة اسمها ريجيد. طب ايه الريجيد دي؟ كنت باجي مثلا اخد لاير مثلا مش بستخدمها زي الإيتابس وول كده مثلا، واجي بالامر لاين، وتيجي ترسم خط لازم يمر بسنتر العمود. طب ازاي؟ تيجي مثلا من هنا كده لما لهنا كده، ركز كده، الخط ده مر بسنتر العمود هنا اهوت. يبقى انت دلوقتي رسمت الريجيد الاولاني. طب برسم الريجيد دي ليه؟ برسم الريجيد ديت واوصل ليها كل الكاميرات اللي موجوده عندي في المبنى، بدل ما دلوقتي اجيب كاميرا ديت مثلا عاوز اوصل ما بين العمود ده والعمود ده، كنت هضطر ان انا اعمل ايه؟ انا عاوز دلوقتي لاين من سنتر العمود ده لسنتر العمود ده. بص كده على الكاميرا دي هتلاقيها معوجه. طيب انا دلوقتي عاوز الخط يبقى ماشي مستقيم او عادل، فكنت بعمل ايه؟ كنت بستخدم امر الريجيد ده واوقف الكاميرا في اي حته على الريجيد. وبما ان الريجيد مره بسنتر العمود فهي هتنقل الحمل للعمود على برنامج الايتابس. البرنامج الايتابس هيفهم
ان الحمل هيتنقل له من الريجيد ديت يخش سنتر العمود ويديني حمل العمود النهائي. طيب ده كان الكلام القديم. الكلام الجديد بقى دلوقتي ايه؟ بعد التحديث الجديد لبرنامج الايتابس سواء كان 2018 او 2019 الموضوع بقى سهل قوي. برنامج الايتابس دلوقتي بقى عامل زي برنامج السيف. بقى في حاجه اسمها اوتوماتيك ريجيد زون اريا. بقى في ريجيد زون فوق العمود، ما عادش بيشوف العمود ان هو لاين اللي هو نقطه، بقى بيشوف العمود كقطاع. طب ده بيسهل عليا ايه؟ ده بيسهل عليا دلوقتي في الرسم انك لما تيجي ترسم البيم دلوقتي زي ما هنرسم كده هتوقفها على وش العمود. يعني مثلا في هنا كاميرا ما بين العمود ده والعمود ده، مش هاخدها من السنتر بقى دلوقتي، لا، هاجي على وش العمود من هنا كده واوقفها عند وش العمود هنا كده. طب والكاميرا اللي بعدها نفس الموضوع. من هنا كده لما لهنا كده، ووصل كل الكاميرات اللي موجودة عندي في المشروع. أي كاميرا موجودة عندي في المشروع أروح أعمل لها كده، أوصلها من وش العمود لما لوش العمود، ومن وش العمود لما لوش العمود. أرسم كل الكاميرات اللي موجودة عندي في المشروع. عندي هنا كاميرا برضو اهي، في كاميرا تانية اهي حوالين السلم، في كاميرا ثانوية هنا اهي. طيب وقفت هنا كده دلوقتي على مرسم الكاميرا الرئيسية، من هنا كده لما لهنا كده، واخد ديت اوقفها عليها. كاميرا لين تاني من هنا لما لهنا. في هنا كاميرا ثانوية اهي برضه، تعالى نرسمها. في هنا كاميرا اهي. طب الكاميرا دي هنرسمها ازاي دلوقتي؟ ما ينفعش تعمل كابولي جوه المبنى بتاعك ايا كانت الظروف. طيب الحل لدي هعمل ايه؟ هاجي ارسم دي كاميرا مكملة من العمود ده للعمود ده، واجي شايل دي هنا من هنا كده لما للكاميرا الرئيسية دي. يبقى انا شلت الحيطة دي على الكاميرا وشلت الحتة دي على الكاميرا الرئيسية دي. انت كده دلوقتي خلصت رسم المبنى بتاعك. يبقى احنا دلوقتي خلصنا تاني شق معانا، واحنا اتفقنا ان القسم بتاعنا متقسم لثلاث حاجات: اللايرز وعملناها، الرسم وفهمنا ازاي نعمله وايه بيترسم بلاين وايه بيترسمش بلاين وايه اللي بيترسم بالبولي لاين. تالت حاجة الحفظ. طيب انا هحفظ كل المشروع كده؟ انا هاجي استورد على التابس كل المشروع؟ لا، انت دلوقتي هتيجي تختار كل اللايرز اللي انت رسمتها دي، سواء كانت دي البيمز او الكولمز، الاوبننج،
والسلابس. تقول له رايت كليك وقول له سيلكت سيميلر، وتيجي تدوس رايت كليك وتقول له كليب بورد كوبي ويز بيس بوينت، وتيجي تختار من نقطة تكون انت عارفها. مثلا انا عاوز النقطة دي تبقى نقطة الصفر والصفر بتاعي، وتيجي تفتح فايل كاد جديد خالص، وتيجي تقول له كنترول في، وتقول له انا عاوز تحطها لي في صفر وصفر وصفر، وقول له انتر. تعالى اعمل كده زوم اوت. هو هنا جاب كل الاعمده اللي مرسومه عندك في المشروع، تعالى امسحها، مش محتاج كل الحاجات دي. انا عاوز بس دي اكس اف اللي انا عامله للدور الارضي. الاعمده بتاع الصندره والمتكرر دي مش محتاجها، تعالى امسحها معاك. بقى الشكل اللي انت رسمه، تعالى بص كده، ادي الشكل بتاعك تمام اهو. كل حاجه فيه، اعمدته، كاميراته، الشكل بالسقف بتاعه اهو، البوليلاين. طيب جينا بقى لاهم نقطه دلوقتي، الحفظ. هحفظه ازاي؟ هتيجي تدوس على سيف از، وتيجي هنا في نفس الفولدر اللي انت مختاره، بس خلي بالك بقى دلوقتي لازم ان الفولدر اللي انت تحفظه فيه يكون متسيف بالانجليزي، واسم الفايل بالانجليزي. يعني اسم الرسمه دلوقتي انا هسميها مثلا A1. دلوقتي انا اخترت اسمها ايه؟ A1. اهم حاجه يكون الاسم بالانجليزي، وهسيفها في الفولدر اللي اسمه فيرجن 19، الفولدر بتاعي بالانجليزي. يبقى انت كده تمام. اخر حاجه تختار الصيغه بتاعتها بقى. عندك كذا امتداد للدي اكس اف، عندك من اول 2000 لما لاخر حاجه عندك على حسب نسخه الاوتوكاد بتاعتك. اخر حاجه عندي اللي هي ال 18 حاجه اختارها، دي اكس 2018، واقول له سيف. كده الدي اكس اف بتاعتك اتحفظ. بس ما تنساش تاني، هقول لك تاني، لازم أن يكون الفولدر اللي انت هتسيفه فيه انجليزي، واسم المشروع ذات نفسه يكون انجليزي، اسم الفايل ذات نفسه رسمه الاوتوكاد تكون انجليزي، عشان تقدر تستوردها على برنامج الايتابس وما يحصلش فيها مشاكل. وبكده يبقى احنا انتهينا من عمل الدي اكس اف للبرنامج. مستنيكم في الدرس الجاي ان شاء الله. شكرا لكم.